السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم حبايب قلب الأعزاء، يسعدني ويشرفني اشتراككم ودعمكم لنا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد فضلا وليس أمرا. طبعا النهاردة في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها التيار الكهربائي بيقطع في اليوم مرة أو اتنين. فبالتالي طبعا في يوم هنا قطع بالليل، فمودي اتخض خضة جامدة شوية. فباباه حب يكافئه بهدية بسيطة، فجاب له الكشاف الجميل ده. طبعا هنا عندي الكشافات الكبيرة العادية اللي هي بتاعة الشقق وكده، بنستخدمها. فانا لما قمت من النوم بقى وفتحت الكشاف كان مودي طبعا اتخض شوية. فتاني يوم لقيت باباه جايب له الكشاف الجميل الرائع ده. طبعا بابا محمد ربنا يبارك له فيه يا رب ويخليه له اللهم امين. يعني الاتنين روحهم في روح بعض. طبعا الكشاف ده انا حاولت اشوف سعره كام. طبعا ما قاليش خالص، قال لي طبعا دي هدية مودي. فانا فتحته استخدمته 3 ايام، يعني ما شاء الله اللهم بارك، احلى من الكشاف الكبير بتاع الشقة. فهنا هنفتحه مع بعض كده وهنشوف مكوناته عبارة عن ايه. لحظة. طبعا نشيل الكرتونة كده على جنب. طبعا الكشاف ده هو طبعا انا بصوره ليه، بتصوري ليه يا دودو؟ عشان دي حاجة مودي. طبعا اي حاجة من حاجات مودي دي حاجات العزيز الغالي، فهو روح قلب مامي، فطبعا لازم اصورها. اولا هنا كان على العدسة دي محطوطة كيسة كده بلاستيك شفافة ملزوقة جامد ما بتتشالش، لانها كانت يعني ملتصقة من الداخل بالعدسة. لكن طبعا ربنا يبارك لي في مودي وحبيب قلبي وايده بقى اللي ما شاء الله عليها بتشد اي حاجه. فمسكتش غير لما شال ال- اللي هي الكيسه الشفافه من عليها. طبعا الكيسه دي انا كنت عايزه اسيبها عليها عشان تحميها، لان العدسه دي هي اللي بتشحن الكشاف الكهربائي. طبعا الكشاف ده بيتشحن عن طريق حاجتين. اول حاجه بيتشحن عن طريق تيار كهربي، دي كده الوصلة بتاعته. تاني حاجة بيتشحن عن طريق الإضاءة اللي هي الأشعة الضوئية. مش شرط خالص ان هو يتحط في أشعة شمسية مباشرة، ولكن بيتشحن من الأشعة الضوئية بتاعة ضوء النهار فقط لا غير. انا من 3 ايام والله العظيم ما شحنته ولا مرة بالكهرباء، بل ان انا بالنهار حطاه كده عادي على المكتب عندي. فبالتالي العدسة دي بتستقبل ضوء النهار فبتحوله إلى طاقة كهربائية. فهنا العدسة دي أشعة يعني بتستقبل الأشعة الضوئية وتحولها لطاقة كهربائية. طبعا السطح ده سطح ملمسه طبعا شفاف ناعم عدسي لاستقبال الأشعة دي. فأنا معتمدة في شحنها إن هي تشحن من خلال الأشعة الضوئية بتاعة ضوء النهار وليس من خلال الأشعة الكهربائية. طبعا أنا استخدمته 3 أيام، أحلى وأحلى مليون مرة من الكشاف الكبير الخاص بالشقة. طبعا ده كده ايه برضو مميزاته قبل، يعني دي ميزة اللي هو بيشحن عن طريق حاجتين، عن طريق تيار كهربائي وعن طريق تيار ضوئي. تمام. الميزة التانية ان هو عبارة عن كشافين في بعض. الكشاف اللي تحت ده زي ما حضراتكم شايفين كده نور، دي العدسة اللي تحت اللي هي دي هنورها تاني بتنور كده، وما شاء الله الإضاءة بتاعته قوية جدا. طبعا بينور عن طريق الزرار اللي في الجنب ده من تحت هنا. تمام. تاني حاجة او تالت حاجة هنشوفها مع بعض ان هو ما شاء الله يعني ليه ايد كده هنا. الايد دي طبعا ليها بيت كده بتنام فيه زي ما انا بقول لمودي. طبعا دي ايد بتتشال كده. الايد ده يعني الكشاف ده عبارة عن يعني مثلا سلاح ذو حدين او ذو 3 حدود. تمام. طبعا بيتشال كده بالايد دي لما نكون مشغلين الكشاف اللي هو ده زي ما حضراتكم شايفين بهذا الشكل. دي الايد التانية بقى اللي هي السحر طبعا. ان ازاي بابا مودي جابله الكشاف الجميل ده. طبعا جابهوله مش علشان طبعا الكشاف اللي تحت ده، ولا علشان الأشعة الضوئية، ولا علشان حاجة خالص، ولكن جابهوله علشان حاجة
اغلى واحلى طبعا هي ايه؟ هي ان انا طبعا لما بشده، طبعا انا ماسكه الموبايل يعني ثواني كده، لما بشده بس كده لفوق، لاحظوا معايا كده يعني كده نور لوحده كده، اصبح زي الفانوس. فمودي طبعا بيعشق حاجة اسمها كشاف ده، علشان طبعا مسميه فانوس. طبعا ده فانوس مودي حبيب قلب مامي بهذا الشكل. يعني اذا اللمبة دي لمبة سحرية، بتتفتح لفوق كده، وما نيجي نقفلها بتتقفل، بنضغط بس عليه لتحت بهذا الشكل. تمام. نيجي نفتحها تاني، بنفتحها بهذا الشكل، بنشدها لفوق، فاصبحت زي الفانوس. يعني شكلها شكل الكلوب بتاع زمان. فطبعا مودي ما يعرفش ايه كلوب وايه الحاجات دي. فالاشعة دي كلها يا دودو عن طريق الضوء، عن طريق الضوء. طبعا انا والله العظيم ما بشحنه خالص بالكهرباء نهائي، ولا بستخدم كهرباء، ولكن بشحنه عن طريق الاشعة الضوئية بالنهار. حطاه كده على المكتب هنا في اوضة النوم، وبيشحن لوحده زي ما حضراتكم شايفين. اضاءته قوية جدا ما شاء الله. اللمبة دي ما شاء الله سحرية، انا مسمياها اللمبة السحرية، لانها طبعا بنشدها لفوق بتنور، بننزلها لتحت بتطفي. فطبعا ده كده حبيت اشارك معاكم فانوس مودي حبيب قلب مامي زي ما حضراتكم شايفينه. تمام. واتمنى كلكم تدعمونا، اتمنى كلكم تشتركوا في القناتين، قناة مودي قلب دودي وقناة انا مودي مامتي دودي. واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.